ان الناس اللي فوق دي السكينه سرقاهم، وبعد ما شافوا الرجاله نموا وبيندموا، المفترض ان اللي امبارح موجود معانا تحت، لكن ما بيمشي ما بيحسش ما بيغيرش لان اللي ما بيغيرش على حقه اعتقد ما بيغيرش على عرضه. صح كده يا جماعه؟ هي امر بالنسبه لي احنا بنقول على شركتنا، بنقول على شغلنا، عايزينها احسن شركه، لكن في المقابل ناخد حقوقنا واحده خلاص. احنا كنا كلمات الحقوق يعني مش عايزين جدولة حقوقكم كلها، مفيش جدولة. اعتقد المهندس سمع الكلام ده، اعتقد المهندس مروان سمع الكلام ده، وقلت له يا باشمهندس طول ما الحق بيرجع من تحت السرعه او الحل من عندك في وقت قصير كل ما كان احسن، لان ما كان طول فتره الانتصار بره والوقفه بره كل ما المطالب سقفها بيعلى، ولازم نتعلم من الدرس بتاع السنه اللي فاتت. المره اللي فاتت كان الموضوع على خلاف 15%، واعتقد لو كان 15% كانت الناس اشتغلت وزي الفل وارتضت، لكن عشان ربنا سبحانه وتعالى اسمه الحق وعايز الحق ما ارتضاش بال 15%، والموضوع كان صعب بالنسبه لهم، ارتضوا باتفاقيه، والاتفاقيه دي يا جماعه برضه لسه في بنود فيها ما اتنفذتش وفي طلبات جديده ظهرت واحنا بنطالب بيها ومتبنيينها بالنسبه للعمال وبالنسبه لحقوق. بتكلم في الوقفه، سبب الوقفه السنه اللي فاتت ان طب ما انا بقول لك لا ده خليك مركز معايا بس يعني. بالنسبه يا جماعه للي حصل امبارح انتوا عرفتوا المفاوضات الاولى واللي تم فيها من اول المفاوضات انتوا عرفتوا بيها، ونزلنا بلغناكم وعرفناكم ان المهندس مروان طلب مهله اسبوع عشان يقدر يبص على قانونيه مطالبكم ويقدر يراجعها مع الشؤون القانونيه، وبعد كده يعرضها على الاداره الماليه ويشوف يقدر ينفذ منها ايه خلال الفترة اللي جاية عشان وضع الشركة بالنسبة له لسه جديد، ويقدر نشوف المبيعات ايه والحدودات ووضع الشركة المالي يقدر ينفذ الطلبات ديت ولا لا في عدم قانونيتها بالنسبة لهم. واحنا زي ما احنا عرفناكم ان الطلبات ديت بسيطة ودي اجمع حلول للعمال، لان اللي قال الكلام ده الاستاذ جمال عيد مجلس الشعب، والراجل دوت في لجنه الدكتور عامله مجلس الشعب، واول ما رفع طلبات هو والاستاذ احمد حمود المحامي قالوا للاستاذ مجدي ان الطلبات ديت ادنى حقوق العمال، وهي مطالب كلها مشروعه بينص عليها القانون، وعايزين عليها كل الطلبات بينص عليها القانون. احنا مش عايزين غير حقنا، وحقنا كلمة حق ما تنفعش تفور على حق الطرف الثاني، فما دام الطرف الثاني ليه حق والطرف الاولاني ليه حق مفيش حق موجود على حق. وبالنسبة للجولة الثانية احنا نزلنا عرضنا عليكم وانتوا رفضتوا موضوع المهلة لاسبوع، طلعنا له واتكلمنا معاه ايه المشكلة في ان حضرتك تمضي على تنفيذ الطلبات حسب جدولتها اللي عرضناها عليك. برضو عندي رأي هو ان الموضوع لازم ياخد وقت على الاقل اسبوع، وطلع معانا الاستاذ جمال وبعد كده حضر الاستاذ رمضان عمر في قاعة الاجتماعات، والموضوع قلنا ان يتم كتابة او عمل محضر نثبت فيه المطالب ونثبت جملة تقدر تريحه وتريح العمال
الا وهي ان يتم تنفيذ الطلبات القانونية اللي ما عليهاش اختلاف، ويتم ارجاء باقي الطلبات لحين دراسة الموضوع من ناحيته. برضو تم رفض الموضوع، وذكر ان كلمته هي اتفاق وسيف مع اعضاء مجلس الشعب. جم الناس عرضوا علينا الموضوع، طبعا تم رفض الموضوع، وكان رأي عضو مجلس الشعب الاستاذ رمضان عمر لا يفك الاعتصام الا بعد اخذ الحقوق. ونور برضو الى ان الاعتصام والتظاهر، الاعتصام والادراك حق مقبول خش يا عرض يا عرض واعتصامكم كرامة على حق، محدش يقلق من الكلام.